السلام عليكم متتبعين قناة مريم فلوق الأوفياء. كنتمنى بأن الفيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوالكم طيبة إن شاء الله يا ربي. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الحلوى معتمدة عندي، يعني كنصايبها بزاف في الدار، كتجيني رائعة، وكنتمنى بأنكم نتوما تصايبوها، تقدروا تصايبوها بالمناسبات الأعياد هكذا في الدار. كنعرفوا بان حنا في المطبخ المغربي الحلوى ضروري تكون في الدار في الكوتي. فكنتمنى بانكم تجربوا هذه الحلوى وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه اللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي، كنتمنى بانه يتابونا فضلا وليس امرا، هكذا باش تكبر العائله الصغيره ديالنا ونوليو عائله كبيره. وما تنساوش تفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي اعجاب ودي كومونتير محفز. وكنتمنى بان الفيديو اليوم يعجبكم وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوا لهاد الحلوى، غادي نحتاجوا 4 ديال الزبده اللي على حراره المطبخ، ما تكونش قاصحه بزاف باش تساعدنا ان الحلوى ديالنا داغي تخلط وتجي زوينه. وغادي نحتاجوا كاس الزيت، كاس ديال السكر، قرصات الملحه. عندي هنايا نص زليفه ديال الزبيب اللي قطعته طريفات صغارين بعد ما غسلته بطبيعه الحال. عندي زليفه ديال ما يعادل كاس ونص ديال الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته. وعندي هنايا الزنجلان اللي محمر حتى هو ما يعادل كاس ونص، زلافه عاوتاني صغيره. وغادي نحتاجو الخماره، غادي نحتاجو الفاني، وغادي نحتاجو الدقيق حسب الخليط. هادو هما المكونات اللي اسهل منهم ما كاين، والنتيجه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى بانكم تتبعوني حتى الاخير. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نضيفو الزبده ديالنا لي اون طوماط، وغادي نضيفو كاس ديال السكر. بما ان هي كتفند في السكر فغادي نديرو غير كاس، وغادي نضيفو واحد شويه ديال الملحه، وغادي نعركو هادشي مع بعضياتو. ملي كتكون الزبده لينه كتجينا ساهله دغيا كتطلق لينا. من بعد غادي نضيف الزيت، بسم الله، وغادي نكمل نخلط هاد العناصر مع بعضياتها حتى كتولي لنا العجين مفوماط. شتي الزبده ملي كتكون كيف ما قلت لكم بحراره المطبخ كتساعدنا. نخلطو بهاد الطريقه. غادي نضيفو واحد الساشي ديال الفاني ونسيل، شي عصرة العصافير، ومن بعد غادي نضيف هاد المكسرات اللي عندي. غادي نضيف الزبيب، وغادي نضيف الفول السوداني اولا الكاوكاو، وغادي نخلط نحرك هاد العناصر مع بعضياتها. هاد الحلوه كتجي زوينه شبعانه قوي، كتجي رائعه. من بعد غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، هي ما غاديش تهز لي بزاف ديال الدقيق. كيف ما كنعرفوا الحلوه ديالنا ديما ما كنعجنوهاش قاصحه بزاف وما كنعجنوهاش مخوفه بزاف، يعني تكون بين وبين. انا غادي نستمر بهذه الطريقه. كنضيف الطحين عيني ميزاني، وغادي نضيف خماره باش ما ننساهاش. نقول لكم ديما انا عندي هادو فيهم 15 غرام، فانا ما غاديش نديرها كامله. نخلي واحد شويه، ندير ما يعادل
جوج خمارات حمرين، وغادي ندير فيه الدقيق كيف ما قلت لكم بشويه بشويه، وكنخلط حتى كنحصل على عجينه متجانسه ولينه، ما تكونش قاصحه كيف ما قلت لكم. الرائحه طالعه يا سلام ديال المكسرات مع الزبده مع الفاني، ما نقولش لكم هاد الريحه طالعه زوينه بزاف. هذه حلوه بسيطه وما كتديلكش وقت بزاف، دغيا كتوجد وكتجي زوينه لانها فيها المكسرات كيف ما شفتوا. انا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نحصل على العجينه اللي بغيت، اللي غادي تكون كيف ما قلت لكم لينه، ونرجع معكم. وانا رجعت معكم من بعد ما كملت جميع العجينه كيف ما كتشوفوا كتجي لينه. انا خديت واحد الصفيحه لاطه الفران ودرت ليها البابي ورق الزبده. غادي ندير جوج الاشكال. الشكل الاول غادي ناخذ هذا الطابع هذا كيف ما كتشوفوا، غادي نديرو في الدقيق، وغادي ناخذ نكور العجين كيف ما كتشوفوا نبسطها لان فيها الخميره باقا غادي تخمر. ديروا هذه القضيه بعين الاعتبار. وكنرسم الحلوه ديالي كتجي بهذه الطريقه. هذا هو الشكل الاول اللي غادي ندير. والشكل الثاني انا غادي نوريه معكم بلاتي حتى ندير لاطه من هذا الشكل هذه، ندخلها للفران طيب، عاد ندير الشكل الثاني اللي غادي نوريه حتى هو معكم ان شاء الله. انا ديما كيعجبني من الحلويات ديالي من نوع واحد نخرج الشكيلات حتى 3. هكذا العين كتاكل قبل من الكرش كيف ما كنقولوا ديما. بهذه الطريقه نتوما تقدروا ديروا الطابع اللي بغيتو، ماشي بالضروره هذا الطابع هذا، ماشي الا ما عندكم صافي تقولوا بالنقص ما غاديش نديروها، لا تقدروا ديروا طابع اخر. المهم انا عندي هذا الطابع بغيت ندير به كيف ما قلت لكم. كتبسطوها شويه وكتطبعوا الحلوه ديالكم بهذه الطريقه. انا غادي نكمل حتى هاد اللاطه كامله بهذا الشكل ونرجع معكم باش نوريكم الشكل الثاني كيفاش غادي ندير له باش ما يجيش الفيديو طويل. وها اللاطه ديالنا الحلوه بعد ما كملت التشكيل ديالها انا راه درت الفران كيسخن، انا غادي ندخلها للفران ونرجع معكم. دابا رجعت معكم باش نديروا الشكل الثاني اللي هو غيجي بحال هكا. كنشدوا العجين ديالنا كنحاولوا نحربلوها ولكن كنضغطوا باش ما يبقاوش الفراغات في الحلوه ديالنا. نضغطوا بهذه الطريقه وكنحربلوها. نحربلوها كما قلت لكم بهذه الطريقه، ما تكونش رقيقه ما تكونش غليظه. تاخذوا معها الخاطر لانها بحال اللي كتحلينا، لان غير فيها غير الزبده وفيها القوام بزاف، كتبقي شويه ديال الخاطر اللي كتجي تحرب ليها كتبقى بحال اللي كتحليك. ولكن اي حاجه دخلنا للمطبخ نصايبوها الا ما كتبغي الخاطر، الا ما كاين الخاطر ما كاين والو. غادي نحربلها كيف ما شفتوا بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم. نحاول نديرها على نفس السمك، ماشي غليظه بزاف لان كما كنعرفوا راه مازال غادي تدخل الفران ومازال غادي تخمر. غادي ناخذ واحد الموس وغادي نقطعها هكا شويه مايله، بهذه الطريقه كما كتشوفوا. ما نقطعهاش مايله بزاف حيت داك القنات غادي يتقرضوا ليها من بعد. نحاول نهزها ونجيب واحد المنقاش كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب هذا المنقاش، واخا عندي هذا المنقاش ماشي حتى ليه صراحه، عندي واحد اخر حسن منه ولكن ما لقيتوش. ملي كتكوني زربانه كلشي كيضيع عليك. وكتستمري بهذه الطريقه كتنقشي الحليوه ديالك، بغيتي على الطول بغيتي على العرض، المهم هكا
كتنزليها في اللاطه. كتستمري بهذه الطريقه مع الحبات الاخرين كاملين. كما قلت لكم راه هي فيها القوام بزاف، كتبغي الخاطر. كنديروا شويه ديال الطحين هذا المنقاش المتواضع اللي لقينا، وكتستمري كتنقشي كيف ما قلت لك بهذه الطريقه هذه. كتنزلي في اللاطه هكذا. حنا درنا من شكل واحد جوج اشكال، غادي نقشو كيف ما قلت لكم بهذه الطريقه. بغيتو تنقشوا على الطول، بغيتو على العرض، تفنوا. والاشكال اللي بغيتو تقدروا ديروا كيفاش كتجي. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نكمل هذه اللاطه اللي عندي باش ما يجيش الفيديو طويل، ونرجع معكم. وهذه الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران بقى سخونه. شوفوا كيفاش كتجي فنه. غادي نخليها تبرد ونتسنى نخرج الحلوه الاخرى من الفران باش نفندهم في السكر كلاصي. ومن بعد ما فنت الحلوه في السكر كلاصي ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. كيجي الشكل النهائي ديالها هكا. كنتمنى بانها تنال اعجابكم، وما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير وتفعيل زر الجرس وهكذا باش تعم الفائده.